الكلف أو ما يسمى بالدسة سيختفي مع هذا العلاج الطبيعي المنزلي الصنع، كما أنه سيزيل التصبغات والبقع الداكنة والنمش ويجعل الوجه صافي أبيض. لكن قبل أن نبدأ وصفتنا، لا تنسى حفظ الفيديو حتى لا تفقده. سنحتاج إلى الحلبة. الحلبة تعالج كل مشاكل البشرة، تزيل البقع والكلف وتزيل النمش. قم بطحن الحلبة. ضع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الحلبة في قدر نضيف له كوب من الماء. نضيف ملعقة كبيرة من الأرز يبيض البشرة ويزيل البقع والنمش. نضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. الكركم مضاد للالتهابات، يزيل البقع ويبيض البشرة. نطبخ الخليط على نار هادئة لمدة من أي بلد تتابعني. وما هو اسمك؟ لأرسل لك تحية خاصة في الفيديو المقبل. تحية اليوم موجهة إلى حكيمة من فرنسا. ولا تترددوا بإخباري بمشاكلكم الصحية لأنزل لكم المزيد من الوصفات. نترك المزيج يبرد ثم نصفيه. نضيف له ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز. نخلط قليلا ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا أو جل الصبار. كما يمكنك استخدام جل بذور الكتان. نخلط جيدا. ضع الخليط في علبة. قم بدهن الكريم كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم. نطبقه علو الوجه والرقبة ودائرة العينين. ندهن بطريقة المساج. نستمر في عمل المساج للبشرة حتى يختفي الكريم تماما، ثم نطبق الكريم المرطب على البشرة، ثم ننام حتى الصباح. وفي الصباح نقوم بغسل الوجه.